السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. طبعا شايفين العظمه اللي معموله دي. طبعا دي النهارده كانت عزومه وعزومه بصراحه، يعني خارجه من القلب، وطالما خارجه من القلب يعني ناس عزاز اللي جايين لي. بصراحه يعني كان يوم زي العسل، ويا رب يديمها يا رب ما بيننا كده يا رب على طول، ويفضلوا موجودين في حياة العمر كله. هنا انا جبت طماطم وفلفل وبصل و... و... وتوم وكده. المهم ايه، وضربتهم في الخلاط. وهنا كان خرطت بصلة، وحطيت معلقة سمنة وحبة زيت، وهشوح فيهم البصلاية زي ما انتوا شايفين كده. آم، اول ما تبتدي تاخد اللون الاصفر هنزل بالطماطم بتاعتي. دي الطماطم اللي انا ضاربه معاها البصل والثوم والفلفل والكلام ده. انا بحب اعمل صلصه المحشي عامه كده يعني. ودي طماطم كنت مفرزاها في الفريزر. طلعتها وحطيتها تتسبك. المهم كده، طالما الزيت طلع على الوش يبقى كده الطماطم بتاعتي اتسبكت وبقت زي الفل. هركنها على جنب بقى، وهجيب طاسه هحط فيها معلقه زيت وحبه سمنه. وهنا ده عندي سجق كنت مقطعاه صغير. نزلت بيهم كده. المهم وهفضل اشوح في السجق لحد ما لونه يتغير كده. اول ما لونه يتغير وياخد معايا لون بالشكل ده، هقوم نازله عليه بالبصل والفلفل مقطعاهم شرايح جوليانو، وحطيت عليهم فصين توم. دي جزرايه كنت بشرها، نزلت بيها برضو على السجق. وهقلب كل المكونات دي كويس، وبعدين هنزل بقى بالبهارات بتاعتي، ملح وفلفل وكمون. وحبه بهارات لحمه، وحبه بابريكا. وهقلب ده كله. وبعد ما اقلب بقى هحط لهم ربع كوبايه ميه، اللي هم يعني يعتبر بق. وهديله تقليبه، وهسيبه بقى السجق يشرب الميه ديت ويستوي بقى مع نفسه. هنا كان السجق خلاص شرب الميه بتاعته واستوى. هطفي عليه بقى. هنا دي عندي كرنبايه، هجيبها طبعا، هقورها كده من النص، وهشتري القلب بتاعها خالص، احنا مش عايزينه. وهبتدي ان انا اقور زي ما انتم شايفين كده لحد ما القلب كله يطلع. وطبعا كان عندي على البوتاجاز حله فيها ميه سخنه، هسيبها تغلي. شايفين انا بقوره ازاي كده، عشان تبقى سهله معايا في السليق، يعني ما تتعبنيش. بصراحه الطريقه دي سهله قوي يا جماعه في السليق. هنا بعد ما الميه بدات تغلي هحط فيها ملح وكمون. وهنزل بقى بالكرنبايه بتاعتي كده في قلب الميه. مش هتاخد دقيقتين وهتستوي. طبعا كالعاده محضره ميه ساقعه بره. بشيل منها اللي استوى كده، احطه في الميه الساقعه. وبعدين اشيله واقطعه. شايفين دي اسهل طريقه لسليق الكرنب، يعني مش هتاخد منك ثواني، والله في ثانيه بتبقي فعلا خلصت الكرنبايه. المهم لو وصلتوا لهنا ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت واشتراك على قناتي مطبخ نولا عشان يوصل لكم كل الحلويات. هنا دي حله حطيت فيها معلقه سمنه، ونزلت فيها ببصلايه وطماطمايه. وهنا بقى كان عندي لحمه، نزلت باللحمه بتاعتي هديها تشويحه مع البصل والطماطم. وبعدين هنزل بقى بورق لوري وحبة فلفل اسمر. الاول نزلت بفلفل اسمر، ودي بهارات لحمة وورق لوري وحبهان. وهقلب كل ده بقى كويس كده. وهحط يعني حبة ملح صغنطاطين خالص، ومش هكمل بقى الملح غير لما تخش في السوا. بس كده، اول ما اللحمه تاخد لون ولونها يغير كده، هنزل عليها بميه سخنه من الكتل. كده خلاص انا هنزل بالميه السخنه، وهسيب بقى اللحمه تغلي. طبعا كل ما بتطلع ريم انا بشيله. بس بقى هنا بقى هجيب الكرنبايه بتاعتي، هبتدي ان انا اقطع بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كده. دي اسهل طريقه للتقطيع، وما بتاخدش منك وقت ولا مجهود. في ثانيه بتلاقي نفسك خلصت الكرنبايه زي ما انتوا شايفين كده. بشيل منها الحته الناشفه ديت، وببتدي ان انا الف الكرنبايه كده واقطعها بقى زي ما انتوا شايفين كده. كل الورق بيطلع سوا واحد وطول واحد، وما بتاخدش منك وقت خالص. تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات بقى وانتوا بتتفرجوا كده، وشجعوني بقى، عايزه تشجيعات حلوه كده. هنا بقى هبتدي ان انا اخلص الكرنبايه وهركنها على جنب. هنا بقى عندي كوبايه ونص سكر، حطيت عليهم كوبايه ونص ميه.
تمام. وايه وهسيبهم يغلوا على النار. دي عندي كنافه كانت في الفريزر طلعتها، بفركها بايديا كده، بتتقطع بسرعه يعني. بصوا بتفرول معايا بسرعه جدا. دي اسهل طريقه ان انت تجيبي الكنافه وتحطيها في الفريزر، تطلعيها وتفركيها بايديكي، خلاص كده خلصت. هحط عليها ربع كوبايه سكر. تمام. هنا بقى عندي شفشق الخلاط، هحط فيه نص لبن. تمام. بعد كده عندي بلح كنت نقعاه، هنزل عليه ببلحتين تلاتة كده، يعني كام بلحايه حبه حلوين كده. وبعدين هضربهم في الخلاط، وبعد ما ضربتهم في الخلاط هنزل بيهم في حله كده، وهحط عليهم 3 معالق نشا ومعلقتين سكر، هقلبه كويس. قبل ما احطه على النار، بعد ما هقلبه والنشا يدوب خالص هقوم رافعاه على النار. هنا حطيت معلقه فانيليا زقنططه. هنا بعد ما العسل بتاعي كان خلاص غلى، اخد له غلوتين، قمت عصر عليه نص ليمونه وحطيت عليه حبه فانيليا وسبته. هنا بقى ده القوام بتاع المهلبيه اللي انا عايزاه. اول ما تقل معايا كده قمت طفي عليها. دي عندي سمنه كنت مسيحاها، هنزل بيها كده على الكنافه، وهقلب بقى الكنافه كويس قوي كده. عايزه الكنافه كلها تشرب من السمنه. زي ما انتوا شايفين كده، هفضل بقى افرك فيها كده لحد ما الكنافه كلها تشرب السمنه والسكر. بعد ما الكنافه تشرب السمنه والسكر هجيب صينيه. طبعا هبقى دهنها زيت، هرص الكنافه بتاعتي كده. وهفضل ان انا ابطط فيها كده لحد ما تبقى كلها سوا واحد. بعد ما كلها تبقى سوا واحد ويبقى ما فيش فيها لا حته طالعه ولا حته نازله، تبقى مظبوطه كده، هقوم نازله عليها بالمهلبيه اللي انا عملتها او الخليط اللي انا عملته يعني. الكنافه دي يا جماعه بجد جربوها، والله العظيم طلعت عظمه 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 يعني، كان طعمها فعلا تحفه. هنا بعد ما هبتدي بقى ان انا احط الخليط بتاعي وكده، وهسوي الصينيه، وبعدين ابتدي بقى ان انا افرش الطبقه التانية من الكنافه، وبالراحه كده هفضل ابطط عليها كده بالراحه، عشان الحشو اللي انا حاشياه ما يطلعش بره. شايفين انا بعمل ازاي بالراحه كده اهوت لحد ما الكنافه الوش بتاعها كله يتظبط معايا. بعد كده هقوم مدخلاها على الفرن على طول. شايفين انا بحاول ان انا اسوي الصينيه واحده واحده يعني. المهم كده، ده كانت خلاص خلصت الكنافه. هدخلها الفرن بقى وهسيبها. دي هنا عندي لفه جلاش. هنعمل بقى النهارده جلاش بقى سهل كده وبسيط بقى كده على السريع كده، عشان احنا لسه ورانا حاجات كتيره. المهم هقطع الجلاش كده زي ما انتوا شايفين، هقطعه كده. وبعد ما هقطعه، هنا دي كوباية لبن عليها كوباية شوربة عليها معلقتين سمنة عليها بيضاية، وهحط عليها ملح وفلفل، وهقلب ده كله كويس. تمام. ودي حبة بابريكا كمان. وهقلب بقى ده كله كويس قوي، وهركنه على جنب. انا كده حطيت البيضه وهقلبهم كويس قوي كده، هركنهم بقى على جنب لحد ما نشوف الصينيه بتاعه الجلاش. هنا كنت حاطه طبقه، حطيت طبقه من الجلاش تحت. تمام. وهنزل عليها بالخليط اللي انا عملته دوت. زي ما انتوا شايفين كده هنزل بالخليط بتاعي. وبعدين بقى هجيب بقى فاكرين السجق اللي انا عملته؟ هبتدي ان انا اسوي الصينيه الاول كده عشان كل الصينيه تاخد من الخليط كله، وبعدين هنزل عليها بالسجق اللي انا كنت عاملاه. زي ما انتوا شايفين كده نزلت بالسجق، هبتدي بقى ان انا افرشه في الصينيه كلها، وهنزل بالطبقه التانية من الجلاش. بس كده، دي طريقه جلاش سهله قوي، ويعني مش بتاخد منك وقت ولا مجهود ولا اي حاجه، يعني في ثانيه بتلاقي الصينيه نفسك خلاص. ده الزيتون كنت مقطعاه، حطيته عليه من فوق كده، وهبتدي انزل بالطبقه التانية من الجلاش. وبعد ما انزل عليها وتبقى واسويها كده في الصينيه، هقوم نازله عليها بباقي الخليط اللي انا عاملاه، وهقوم برضو مدخلاها الفرن. بس كده اهوت، هقوم بقى نازله عليها بباقي الخليط، وهقوم مدخلاها الفرن. اسهل صينيه جلاش ممكن تعمليها. بس كده.
شايفين اهو كده شربتها كلها، اتأكدت ان كل الصينية شربت من الخليط. بس كده خلاص، هدخلها بقى الفرن واسيبها. هنيجي بقى هنا الحلة، احط فيها معلقة سمنة، وهنزل عليها بقى ايه، بحبة لسان عصفور. طبعا العزومة ما ينفعش من غير شوربة لسان عصفور. هقلب بقى المكرونة بتاعتي كده كويس قوي لحد ايه ما لونها تاخد اللون الذهبي بتاعنا الحلو. هنزل عليها بالشوربة بتاعتي. وهسيبها بقى ايه، هزود لها حبة ملح وفلفل، وهسيبها بقى ايه تستوي مع نفسها. هجيب بقى حلة تانية، هنزل فيها برضو بمعلقة سمنة، وهنزل عليها باللحمة بتاعتي، هديها تشويحة. طبعا اللحمة دي بعد ما استلقت. هنزل عليها كده، وهقلب بقى تقليبة حلوة كده. وبعدين بقى عندي خضار مقطعاه، بصل وفلفل وطماطم، هنزل عليهم كده، وهحط لها حبة ملح وحبة فلفل وحبة بهارات لحمة. عندك بقى عايزة تحطي كاري حطي، عايزة تحطي كركم حطي، كمون، حبة حبة ايه بابريكا بقى، حاجات من دي بقى. وايه وتقلبيهم كويس بقى، وتسيبيهم بقى ايه مع نفسهم كده. آه، دي اسهل حاجة ممكن تعمليها في اللحمة، يعني لو انتي ايه مش عارفة تعملي ايه يعني. بس كده انا حطيت حبة كركم هنا، وهزودها حبة شوربة، يعني زي كوباية شوربة كده. وايه وهسيبها بقى ايه مع نفسها كده، تاخد وتدي بشكل ودي. بس خلاص. هنيجي بقى هنا بقى ايه الصنف الرئيسي بقى في العزومة كلها. هنا الرز بتاعنا، احط عليه ملح وفلفل وكمون، حبة بابريكا وشطة وكزبرة و... وايه تاني، اللهم صل على النبي، دي بابريكا. آه، بس كده. احط بقى مكعب مرقة، وهنزل عليها بالخضرة بتاعتي، واحط حبة زيت. هنزل الاول بالصلصة، دي الصلصة اللي انا كنت مسبكاها للمحشي، وبعدين نزلت عليها بالخضرة. طبعا الخضرة كنت غسلها كويس ومقطعاها، ونزلت عليها بحبة زيت، وهبتدي بقى ان انا اقلب الصلصة. شايفين لونها احمر ازاي وجميل، والله المحشي كان تحفة. المهم هنا طبعا كالعادة فرشت الصينية برضو بالجزر والفلفل والطماطم والبصل، وهبتدي ان انا احشي بقى واحدة واحدة كده. طبعا الحشو سهل جدا. انا الاول بحشي طبقة كرنب، وبعدين بحشي طبقة ورق عنب. انا بحب اعمل المحشي كله في حله واحده بصراحه. بينجز معايا وقت ومجهود، وفي نفس الوقت بيطلع كله طعمه جميل قوي. انا بحب اكل المحشي كده واكتريه اللي يعرفني هيعرف ان هما برضو بيحبوا ياكلوه من ايدي كده. المهم بقى هبتدي ان انا بعد ما حشيت طبقه كرنب وطبقه ورق عنب، هحشي البتنجان بتاعي. وبعد البتنجان هقوم حاشيه الكوسه والفلفل، وابتدي اقفل برضو ايه بالورق العنب والكرنب تاني ايه الحله من على الوش. يعني طريقة سهلة قوي، يعني مش متعبة خالص. المهم هنا بقى عندي بقى ايه بطاطس، هقلي بطاطس. مقطعاها شرايح كده، ولا هي ايه خفيفة ولا هي تقيلة، وسط. وبعدين هشيلها، هنزل بالبتنجان بتاعي برضو مقطعاه شرايح طويلة كده. هدي كله ايه تشويحة كده خفيفة، وده بصل برضو هديله تشويحة خفيفة برضو مع تحميرة بسيطة كده. وبعدين هطلع كل اللي انا حمرته ده، هركنه على جنب، وهقول لكم هنعمل بيه ايه. اهو شايفين يعني ايه تحميره بسيطه كده. وبعدين نزلت باللحمه بتاعتي، هديها برضو تحميره، وبعدين برضو ايه هركنها على جنب. تنسوش تعملوا لي لايك بقى. المهم دي الحله بتاعت المحشي، شايفين دي رصتها يعني. إيه هزودها شوربه بقى، هحطها يعني ايه هخليها ايه متغطيه بالشوربه. تمام. وايه وهولع عليها بقى، واسيبها مع نفسها كده. اول ما تشرب الشوربه كلها، هقوم موطيه عليها وسايبها. دي عندي بقى الحاجات اللي انا قليتها. هنزل الاول بالبطاطس بتاعتي كده، هفرشها في الارضيه بتاعت الصينيه زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين نزلت بالبصل بتاعي، وكمان كنت مقطعه طماطم، هنزل بالطماطم بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما انزل بالطماطم، هبتدي ارص البتنجان كده. طبعا انا رصيته بالشكل ده يعني. وبعدين هنزل بقى باللحمه بتاعتي بس، وهركن بقى الحله على جنب. وعندي هنا بقى ايه رز، كوبايه رز، هحط عليها ملح وفلفل وحبه كمون وحبه كركم وحبه بهارات لحمه وحبه قرفه
ودي بابريكا. المهم وهقلب بقى ايه الرز بتاعي طبعا ايه كله مع بعضه كده، هقلبه كويس قوي. وبعدين هنزل بقى ايه بيه على الصينيه بتاعتي كده. المهم الاول بملى الفراغات، فاهمين؟ هملى الفراغات الاول اللي في الجناب والكلام دوت عشان الحله تثبت. وبعدين بقى ايه هكمل بالباقي يعني. المهم ان انا هغطي الحله كلها بالرز يعني. شايفين انا بعمل ازاي؟ المهم كده بقى كنت خلاص يعني غطيت الحله كلها. هنا دي عندي شوربه حطيتها كده، وده كان بقى الاكل خلص بقى. شايفين اللحمه بالصوص البصل والطماطم اللي انا عملته، ودي المقلوبه، وعملت حبه ملوخيه، ودي كنافه. الكنافه اللي انا طلعتها من الفرن انا ملحقتش اصورها فصورتها بعدين. لو عجبكم متنسوش تعملوا لي لايك. سلام.